إذا قمنا سوا بجولة على الخارطة الاجتماعية الاقتصادية الصحية والنفسية للشعب اللبناني، منلاقي وفق تقارير رسمية عالمية التالي: البطالة بلبنان وصلت لنحو 29.6% للعام 2022، أي ما يقارب 330 ألف من القوى العاملة عاطلين عن العمل. يضاف لهم أكثر من 250 ألف موظف بالقطاع العام رواتبهم المتدنية بتصنفهم بخانة العاطلين عن العمل أيضاً. الدخل الفردي لامس أدنى المستويات اليومية، أقل من $4 للفرد و$122 دخل الأسرة الشهري، مما يؤشر إلى انحدار سريع نحو خط الفقر. نسبة الفقر بلبنان ارتفعت من 25% عام 2019 إلى 82% عام 2021. 42% من الشعب اللبناني بيعتمد على المساعدات لتأمين الغذاء، ويرجح أن يوصل العدد ل 2.26 مليون شخص بأواخر نيسان 2023. بالتعليم، أكثر من 400 ألف طفل بلبنان خارج المدارس. وصلت نسبة التسرب المدرسي إلى 28% بين فئة الأحداث، و40% من الفئات العمرية 15-17 سنة بيشتغلوا بدوام كامل. بالصحة، 1,095,000 شخص بلبنان بحاجة لخدمات صحية، بازدياد 43% عن العام 2021. أعداد المواطنين اللي بتحتاج لرعاية صحية شاملة تقدر بنحو 1,200,000 شخص. بالصحة أيضاً، أزمة مرضى السرطان عم تكبر، ومع تزايد الإصابات لتسجل 12,000 إصابة جديدة سنوياً بمعدل هو الأعلى عالمياً، وسط انقطاع للأدوية غير مسبوق ومعاناة لا توصف. بالفساد، سجل لبنان زيادة 10 نقاط انحدار بناء على مؤشرات الفساد بين 2012، ويأتي لبنان بالمرتبة 154 عالمياً من بين 180 دولة شملتهم التقارير العالمية. 83 حالة انتحار لحد منتصف 2022. شخص من أصل 4 أشخاص عرضة للانتحار، خصوصاً لمن هم دون عمر 20 سنة. والنتيجة، مؤشر السعادة معدوم، واحتل لبنان المرتبة 145 من أصل 146 دولة شملهم ترتيب السعادة بين 2019-2021. كل هيدا ومعقول ما في شي بيجمعنا؟